حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنحكي لكم حكايه الاميره جنى وحكايه اصحابها والعابها الجميله. دي الاميره جنى، ودول العابها والحيوانات اللي بتحبها في الحديقه بتاعتها. والاميره جنى كانت بتحب الرحلات، وكانت بتحب التصوير، وكانت دايما بتحب الفسح. وكانت الأميرة جنى هواياتها المفضلة الموسيقى والعزف والغنى. كانت دايما بتتجمع مع أصحابها ويعزفوا على طول، وكانت دايما بتشجع صحابها عشان يروحوا المدرسة، وكانت دايما بتذاكر معاهم وتكتب واجباتها. كانت الأميرة جنى عندها قطة جميلة بتحبها، فجأة اختفت ومش لاقياها، وزعلت جدا 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 عليها، وفضلت حزينة وقعدت مع الكلب بتاعها. يا ترى قطتي راحت فين؟ وفضلت تفكر، والكلب كمان كان زعلان جدا. قررت الأميرة جنى تروح بنفسها تدور عليها، وكانت الدنيا بتمطر، لكن قالت لازم أشوفها هي فين. وهي ماشية لقت صاحبتها في الشتاء بتقول لها راحة فين يا جنى؟ راحة فين في المطرة دي؟ قالت لها بدور على قطتي. راحت الأميرة جنى تعزف عشان كانت قطتها بتحب تسمع العزف بتاعها، يمكن تسمعها وترجع لها. والقطة قاعدة حزينة بتحتفل بعيد ميلادها عند ناس تانيين، وتايهة ومش عارفة ترجع لجنى صاحبتها. مامة جنى بالليل قالت لها نامي نامي يا جنى، وإن شاء الله بكرة ندور عليها ونلاقيها، أكيد هترجع ما تخافيش. نامت جنى تفكر وتفكر، يا ترى قطتي راحت فين؟ أنا بكرة لازم أدور عليها قبل ما أطلع رحلتي مع صحابي. كانت جنى بتحب ألعابها كتير والموبايل بتاعها، وكانت محضرة سندوتشاتها وحاجاتها عشان رحلتها الجميلة. بس قالت لأ، أنا هقعد أتدفى بقى جنب الدفاية بتاعتي وأفكر ألاقي قطتي فين. وكانت جنبها قطتها التانية زعلانة عشان أختها القطة اللي تايهة. قررت جنى تروح مع أصحابها والأرنب والدبدوب تدور على القطة. فجأة وهي ماشية كده لقت قطتها، كانوا ناس واخدينها، حضنتها بسرعة وبقت فرحانة قوي، وقالت قطتي حبيبتي خلاص أنا مش هسيبك تاني، سيبوها سيبوها دي قطتي. وفرحت جنى بقى وخدت قطتها وراحت تلعب مع أصحابها، وفضلوا بقى يلعبوا ويتفسحوا، وراحت رحلتها. وكانت فرحانة جدا ونايمة هي وأصحابها في الأرض على الحشيش يضحكوا ويهزروا من فرحتها برجوع قطتها. واتجمعت جنى مع أصحابها وقعدوا بقى كانوا الأكل الجميل بتاعهم والعصاير، وكانوا فرحانين وبيحتفلوا برجوع القطة الجميلة بسبس. وركبوا المركب ونزلوا البحر يتفسحوا بالجو الجميل في الشتاء، وكان الجو جميل جدا ومطرة في الشتاء وشكله يجنن جدا جدا. وكانت مامة جنى وباباها وأخوها قاعدين كمان بياكلوا في بيتهم في الجو الجميل في الشتاء. وراحت جنى مع أصحابها يلعبوا وكسبوا الكاس كمان، وكانت فرحانة جدا وقالت خلاص أنا الحمد لله اتفسحت وكسبت ومش هسيب قطتي حبيبتي تاني، تعالي يا قطتي في حضني ما تسيبنيش تاني يا قطتي. ودي حكاية الأميرة جنى. وكده رحلتهم خلصت ومروحين بقى على بيتهم هي وأصحابها، وكانت رحلة جميلة جميلة، وقطتها رجعت لها الحمد لله وخلاص مش هتسيبها تاني.
ويا رب تكون حكاية الأميرة جنى عجبتكم، وهنكمل لكم الحكاية بتاعة الأميرة جنى، ومستنيين تعليقاتكم الجميلة. مع السلامة.